اعتذاري لكل حبايبي اللي وحشني على غيابي، وبشكركم على كل سؤالكم. انا الحمد لله بخير، كانت صحتي مش كويسة شوية، وهنقدم بقى افكار حلوة جاية ورا بعضها بإذن الله، وهنحدد كمان مواعيد لنزول الحلقات الجديدة. عايزة اقول لكم كمان ان الافكار دي كانت عندي مركونة من مدة، بس انتوا عارفين النفسية مع الاحداث اللي بتحصل. ربنا يعزينا كلنا على بيحصل بجد. زي ما انتوا شايفين انا عامله هنا باترون زي منطاد كده او بالون. فكرتنا النهارده لذيذه قوي. وكمان استخدمت هنا الاحبال القطن اللي هي السميكه شويه. الباترون ده مهمته نحدد لي كده الرسمه، ولما اجي اقص عليها الاحبال بتاعتي اخد المقاس بالظبط، ما يفيد يعني ما يبقاش فيه فايض، او اقص حاجه قصيره حاجه طويله. وده الاسلوب اللي باخد بيه كمان المقاسات من الداخل، عشان عايزه املاها كلها بالخيوط زي ما احنا شايفين. الدعم مهم جدا، طالباه منكم باللايك ومشاهده كامله على الفيديو ده، عشان لما تدعموا فيديو كويس جدا بينزل لكم اقتراحات كل الفيديوهات اول باول ورا بعضها. يلا شدوا حيلكم معايا عشان تشوفوا كل جديد مني، ما يجل يعني الاشعارات توصل لكم على طول. وزي ما احنا شايفين مسكت حبل بمقاس من المقاسات وعملته لون اصفر، خيوط صوف عاديه جدا. خدوا بالكم هنا البدايه بتبقى عامله ازاي. وبعد كده جبت خيط، بعد ما عملته مليتها كلها بالخيط الاصفر الصوف. الخيوط الصوف دي موجودة عند اي حد اللي هم بيبيعوا الخردوات، في حدود الشلة 8 جنيه 9 جنيه حاجة كده. ودي الطريقة اللي بعمل عليها زي كده تزيين للحبل بتاعي اللي بلونه الاصفر. بعمل كده زي شكل سمبوكسات كده رايح جاي زي ما انتوا شايفين كده. انا رحت وجايه بقى فعملت اكسات زي ما انتوا شفتوا. دي كده اول واحده من بره خالص. تاني واحده انا هعملها بالفوشيا، وبعد كده هستخدم الدورين اللي بعديها باللون البترولي. حاسين الماتشنج ده حلو قوي مع بعض، وهعملها لاوضه بنتي يعني بنوتي. بقت معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهنا انا بوريكم بستخدم لزق الشمع ان هما يتلزقوا في بعض. يعني السميك معايا يعني المسدس الكبير منفعش معايا لانه بوزه تخين شويه، فعمل لي مشاكل في بروز الشمع، فحبيت الصغير اكتر معايا. يعني هاتوا مسدس الشمع الصغير في الحاجات الدقيقه دي بيبقى حلو جدا. وكمان عملت واحده من الداخل، وهلزق الجزء ده عشان ادمجهم بس على بعض، وابتدي اشكل شكل البالون اللي انا عايزاه. انا بعمل منطاد او اللي هو الباراشوت اللي بيقولوا عليه ده. بعد كده جبت هنا شوية الوان قطعتها باطوال متساوية من الالوان اللي اشتغلت بيها، وحتة من الخيط بتاعي او الحبل بتاعي القطن ده. قطن على فكرة مش بوليستر. هتلاقوا كل الماتيريال دي موجودة في شارع الازهر، في محلات هناك مخصوصة يا جماعة علشان خاطر تبيع الحاجات دي بالجملة، واسعارها حلوة. يعني اسعار الجملة احلى من اسعار القطاعي. بعد كده بساوي هنا، ودي الاجراس اللي عملناها مع بعض برضو بسويها. كل واحد بقى يعمل الماتيريال والخامة اللي هو عايزها. يعني ممكن تشتغلوا بصوف قطن، بصوف مش قطن، وممكن تشتغلوا بقطن كده يعني. ركبت زي ما انتوا شفتوا الاجراس، وجبت حتة كرتون حلوة كده، وابتديت اعمل بقى. عايزة اعمل السبت الخوص زي اللي بينزل كده من منطاد. فجبت القطعة دي وابتديت اجي احط عليها زي خيوط خيش. ودي النهاية بتاعت الفينش بتاعي عشان برضو ما تفكش من على الاجناب. انا بحب اوريكم التفاصيل، مش احنا مش زي الفيديوهات اللي هي السريعة اللي ما توريكيش اداء التفاصيل، اللي بتتفرجي بس لكن تيجي تشتغلي على الواقع بتقعي في مشاكل كتيرة قوي. بتتفرجي بيبقى سهل، لكن لما بتيجي تنفذي الحاجات الضيقه بقى اللي انا بوريها لكم دي اللي بتخليكم تتقنوا قوي الشغل، ويطلع معاكم فينش عالي، ويطلع معاكم ناجح يعني. انا عملت بقى زي تسريك كده طالع نازل عشان يدينا الغرزه بتاعه الخوص. حبل قطن صغير، طبعا انا عندي الاشكال والاحجام دي، بحب اجيب كل حاجه. وبعد كده عشان لما نيجي نفن بقى نقول ده يمشي مع ده، ده يركب مع ده، يطلعونا العمل ده، فلازم يبقى عندي من كل الانواع. خدت كده حته طويله لزقتها في بعض، ودي كده الظهر بتاع المنطاد بتاعنا. هركب كده والزق والحم من الظهر، طبعا كله بالشمع.
كده بقى الوش بتاعنا، وهبتدي اجيب من هنا من على الحرف اعمل زي كده زجزاج، وبرضو هلزقه بالشمع بتاعي على حرف الباسكت ده. تعالوا بقى اوريكم. عارفين التيراب بعد ما بلحم بيه اي حاجه او اربط بيه اي حاجه بيفيد حته كبيره كده من البلاستيك، مش برميها. عملت بيها اسم نانا، اسم بنتي، الدلع بتاعها يعني، وحددته وخلاص المسافات تمام، وقصقصته بجفت او ملقاط عندي. هبتدي بقى ايه، امسكه واحده واحده كده وبالشمع والزق اهو. عشان هو دقيق شويه، احنا محتاجين حاجه اسمها جفت الصراحه يا جماعه نجيبه. انا عايزه انزل اجيبه ضروري، كان عندي واحد وضاع، لان بينفع طويل كده وده قصير شويه في المسكه، فمش بتعرفي تتحكمي بيه. لكن الجفت لذيذ جدا قوي في الحاجات الصغيره دي. ابتديت اشوف يعني الزق اهو زي ما انتم شايفين، وسهل جدا يعني. بيبقى طبعا كابيتال عشان مش هينفع سمول، لان طبعا تكوين الحروف نفسها. وكده معانا المنطاد اللذيذ الجميل. على فكره هعرض لكم شويه صور يعني، في ناس بتبدع وبتعمل الشغل ده فعلا. انا بحاول اقدم لكم كل الموجود على الساحة بأبسط الامكانيات وبشرح كده وافي وكافي. المنطاد لذيذ وجميل، ينفع لغرف بقى البنانيت، الديكورات البوهو اللي نازلة برضو. يا رب الفكرة تكون النهاردة عجبتكم. ودي شوية من الافكار الموجودة على الساحة دلوقتي بالنسبة لشغل المكرمية والخيوط الجميل ده. ودي برضو بعض الافكار اللي كنت نفذتها معاكم موجودة على القناة. ابحثوا وادخلوا واكتشفوا، هتلاقوا افكار حلوه كتير جدا ليكم يعني على قناتنا. تنسوش الدعم بالاشتراك واللايك. استنوني ان شاء الله، هننزل باستمرار فيديوهات كتيره حلوه وجديده مع بعض. سلام، شكرا لمتابعتكم، باي باي.